ما حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ صلاة الفجر هي أولى الصلوات المفروضة، وتؤدى في وقت محدد يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس. تأخير صلاة الفجر حتى تطلع الشمس عمدا حرام، لأنه يعد تفويتا للوقت الشرعي المحدد. إذا أخر المسلم الصلاة عمدا حتى طلعت الشمس فقد وقع في الإثم وعليه التوبة. أما إذا فاتته الصلاة بسبب النوم أو النسيان فلا إثم عليه، بل عليه أن يصليها فور استيقاظه أو تذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ صلاة الفجر سنة مؤكدة، غالبا ما يقصد بها السنة القبلية، وهي ركعتان تؤديان قبل الفريضة.